أنا اسمي شيماء وعندي 18 سنة. طول عمري كنت فاكرة إن بابا بيحب ماما قدام الناس، هدايا، ضحك وكلام حلو، والكل يقول يا بختها بجوزها. لكن أنا كنت شايفة الحقيقة. بابا ما كانش بيحب ماما، كان بيحب فلوسها، لأن كل حاجة كانت باسمها، البيت، الفلوس وحتى الشغل. وفي يوم ماما عرفت إنه بيخونها. الصدمة كانت كبيرة، وقعت قدامي واتنقلت المستشفى، لكن ما رجعتش، ماتت وسابتني. كنت فاكرة إن بابا هيتغير، لكن بعد أقل من شهر اتجوز، كأن ماما ما كانتش موجودة. ومن يومها حياتي بقت جحيم، مش ضرب لكن أسوأ. كل يوم الصبح أنا اللي بصحى بدري، أنظف البيت وأحضر الفطار، وهم قاعدين يتفرجوا. وفي مرة كنت تعبانة وقلت مش قادرة أعمل حاجة. مراته بصت لي وقالت أنتي قاعدة هنا تاكلي وتشربي، على الأقل اشتغلي. وبابا عاوز ساكت. في الأكل كانوا ياكلوا الأول، وأنا لو فضل حاجة آكل، ولو مفيش أنام من غير أكل. في يوم كان عندي امتحان مهم، وطلبت من بابا يوصلني، قال روحي لوحدك. لكن بعدها بساعة مراته قالت عايزة تروح مشوار، قام فورا وخدها بالعربية وسابني. اتأخرت على الامتحان وخسرت درجات، ولا كأن حاجة حصلت. وفي مرة كنت لابسة هدوم بسيطة، مراته بصت لي وقالت بلاش تلبسي كده قدام الناس، شكلك مش حلو. ضحكت، لكن الكلمة وجعتني، وبابا ولا كأنه سمع. أصعب موقف كان يوم جالي هدية صغيرة من صاحبتي، مراته شافتها وقالت إحنا أولى بالحاجات دي، وأخدتها قدامي من غير حتى ما تستأذن. وبابا سكت زي كل مرة. عدت السنين وأنا ساكتة لحد ما تميت 18 سنة. وفي يوم باب خبط، وكان في محامي قال دي أمانة من والدتك. اداني ملف، فتحته، ووقتها كل حاجة اتغيرت. ماما كانت كاتبة كل حاجة باسمي، البيت، الفلوس، كل حاجة، وكانت مأمنة حقي علشان محدش ياخده. في اللحظة دي حسيت إن ماما لسه بتحميني. تاني يوم دخلت عليهم وقلت لازم نتكلم. ضحكوا، لكن حطيت الملف قدامهم وقلت البيت ده باسمي أنا. اتصدموا. مراته قالت انتي بتقولي ايه؟ ووريتهم الورق، وبصيت لبابا وقلت أنا سكت كتير، بس خلاص عندكم يومين وتخرجوا من بيتي. الصمت كان تقيل، ما كانوش متوقعين إن البنت اللي كانوا بيكسروها تقف قدامهم بالقوة دي. وبعد يومين مشوا، وأنا بقيت في نفس البيت، لكن أول مرة حسيت إنه بيتي أنا. ومن يومها اتعلمت حاجة، إن اللي يسكت كتير مش ضعيف، اللي ياخد فيها حقه.